مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر للبترول، دايما معاك. دايما معاك. مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل، مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر للبترول، دايما معاك. مصر للبترول، دايما معاك. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حق فين. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها في اكتر من موضوع. في البدايه عايزه افكركم بالحالات اللي كانت معانا الشهر اللي فات. وكانت صاحبه الحلقه الاولى الست فايزه اللي دخلت القصر العيني علشان تتابع حملها، وخرجت منه مشوهه جسديا ونفسيا وفاقده ضناها. يا ريت فريق الاعداد يتصل لنا بالست فايزه. وافتكروا معانا رد مسؤول أرشيف رئاسة مجلس الوزراء إن الشكوى عدى عليها سنة ودخلت المفرمة. إيه رأيكم؟ مش شايفين إن الروتين بيموت في حق المواطن؟ وإن أداة الجريمة للأسف في إيد إخواتنا وأهالينا اللي بينفذوا الروتين بدون رحمة ومن غير إحراج. ست فايزة يا إعداد، الست فايزة. إعداد. بتحاولوا تكلموها. تمام. هنعرض عليكم صاحب الحالة الثانية، الأستاذ محمد رمضان، والد الطفل أحمد اللي يبلغ من العمر 4 سنوات، وكان يعاني من ضمور في المخ وتيبس في العضلات، ومحتاج علاج على نفقة الدولة بره مصر. وما تنسوش إن مكتب رئيس الوزراء كان بيتابع حالة الطفل أحمد، والنتيجة ولا حاجة. لكن ربنا قدر أحمد إنه يتعالج من خلال تبني أبو هشيمة لحالة أحمد. وبصراحة أنا قصدي إني ما عرضتش مشكلة النهاردة جديدة في حلقتنا، لأن أنا عن نفسي مش عايزة أفضل أعرض في مشاكل بدون متابعة، بالرغم من إن صفحة البرنامج على الفيسبوك معانا الست فايزة. ألو ألو ألو، الخط قطع معانا. تمام. ست فايزة، تم الاتصال بست فايزة. الو، تحاولوا معاها. طيب احنا بنحاول مع الست فايزة. نرجع تاني نقول ان صفحة البرنامج مليئة من المشاكل. معانا الست فايزة. الو. ايوه يا ست فايزة. ايوه مع حضرتك يا استاذه نيفين. بقول لك ايه يا ست فايزة، الصوت بتاع حضرتك بعيد قوي، مش سامعه حضرتك كويس. ست فايزة انت سامعاني؟ سامعه حضرتك. طيب احنا كنا عايزين نسألك، انت قدمتي شكوى تاني بدل اللي اتفرمت؟ لا ما قدمتش والله. انت عارفه ظروفي يا استاذه نيفين، انا قاعده تعبانه وقاعده في البيت ومش قادره انا اروح اقدم شكوى تاني، وما عنديش حد يقدم لي شكوى تاني. طيب ست فايزة من فضلك قدمي شكوى مرة تانية، واحنا برنامج حق فين
هيتابع معاكي الشكاوي في الاماكن المختصه بيها. طيب انت حضرتك محتاجه حاجه يا ست فايزه؟ ايوه حياتك يا استاذه مدينه، انا قلت حياتك انا محتاجه عمليتين محتاجه عمليتين ومحتاجه حد يساعدني ان انا اعمل عملياتي. تعملي عملياتك. طيب ومحتاجه علاج. طيب انا بكون كل 10 ايام بجيب علاج 180 جنيه. طب شكرا يا ست وده فايزه. تعشي بيتي. شكرا يا ست فايزه. احنا دلوقتي معانا على الشاشه رقم الست فايزه. بنضطر نوجه كلامنا لاصحاب القلوب الرحيمه بخصوص الست فايزه. رقمها موجود على الشاشه، يا ريت اللي يحب يساعدها يتصل بيها اتصال مباشر ما بينه وما بينها. وشكرا. نرجع تاني للاستاذ محمد رمضان. يا ريت الاعداد يحاول يتصل بالاستاذ محمد رمضان بعد اذنكم. اعداد تمام. نرجع تاني نقول ان انا تعمدت ان انا ما اقدمش مشكله جديده في حلقه النهارده، مع ان عندي كم هائل من المشاكل على صفحه البرنامج، ده غير شغل الاعداد. معانا استاذ محمد رمضان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. استاذه نبيل ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا حابه اعرف من حضرتك اخر اخبار حاله ابنك. والله يعني هو الحاله الصحيه طبعا مش مستقره بطبيعه الحال. تمام. يعني كنا قعدنا فتره كده شويه 10 ايام في المستشفى بطبيعه الحاله الصحيه بتاعه الولد، كانت التهاب رئوي والحمد لله خرجنا، يعني كان قبل العيد الكلام ده. الحمد لله على السلامه. الحمد لله. طيب ايه التطورات اللي حصلت معاك في علاج الولد؟ والله زي ما حضرتك اكيد عرفتي كان في تواصل تم طبعا من مكتب مهندس ابو هشيمه، وعملنا اعاده رنين جديد على المخ عشان يعرفوا حاله المخ. تمام. وصلت لفين. تمام. وبعتناها طبعا بره، ومؤخرا عملنا اعاده تقييم في مركز هنا متخصص لمرضى الشلل الدماغي من الاطفال. ايوه. وبعتنا برضو نفس التقرير لجهه خارجيه انا تحديدا ما اعرفهاش، ولسه في انتظار الرد. يعني يا رب ربنا يوفقنا يا رب في طريقنا للشفاء يا رب. ان شاء الله. يعني هم اخدوا منك الاوراق بالفعل وبعتوها بره علشان يشوفوا الحاله هتتعالج في انهي مكان؟ يعني ولسه منتظرين الرد ان شاء الله من الجهه اللي بره، لكن لسه مش عارف لحد دلوقتي. بطلب الناس كلها تدعي لنا يا رب ان شاء الله خير. استاذ محمد، ومعانا صوره الطفل احمد على الشاشه. يعني انا بطلب من الناس كلها تدعي لنا ربنا يشفيه ويعوض تعبنا ده كله خير يعني. وبكرر شكري لحضرتك ونشرة البرنامج على التعب والمجهود اللي اتعمل معانا، يعني ربنا يكرمكم. كل الناس اللي تعبت معانا ربنا يكرمكم ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمد ومتشكرين لحضرتك. نرجع مره تانية واقول ان بلدنا مليانه مشاكل، لكن انا قصدت من ده علشان نعلم المسؤولين انهم يتابعوا مشاكل الناس لحد ما تتحل. ويا رب تكون الرساله وصلت، ونتمنى تبقوا حاسين بالناس. ونفتكر مع بعض الحلقه اللي فاتت عن فواتير الكهرباء وعدادات الشحن في دور العباده، واللي حاول فيها المسؤول في نفس المكان ده اللي احنا فيه انه يهرب من الاجابه على اسئلتنا، لكن بالصبر، ولاننا اصحاب حق اعترف ان الكهرباء سلعه. سلعه ايه يا باشا؟ احنا نقدر نقول العربيه سلعه ماشي، لكن ما ينفعش نقول ان المواصلات العامه سلعه. لا، دي ابسط حقوق المواطن. ونشوف تصريحات السيد وزير الكهرباء الاخيره، واللي قال فيها ان الهدف من التعريفه الجديده هو فتح الاستثمار المباشر امام الاجانب. كما صرح سيادته ان الاتحاد الاوروبي قدم 6 ملايين يورو لتحسين الطاقه. انا نفسي اعرف هو الاستثمار الاجنبي هيكون في مجال ايه؟ اللي انا شايفاه انه اكيد في مجال الطاقه. يعني يا سياده الوزير بتغلي الفواتير وبتشيل عدادات الكهرباء من المساجد، كل ده علشان تجيب استثمار من بره وتزود دخل وزارتك، وكمان جاي لك دعم من بره.
ونشوف تصريحات بقى السيد رئيس مصلحة الضرائب بخصوص الضريبة المضافة. تقرا الكلام تحس ان انت دخلت ملاهي مش عارف راسك من رجليك. كل اللي عايز يوصله لنا ان الضريبة لصالح المواطن. صحيح بقينا في زمن العجائب، تشربونا السم وتقولوا لنا بالهنا والشفا. بصراحة انا عايزة اقول لكم ان انتوا مكانكم مش معانا خالص، انتوا مكانكم فوق سطح القمر، تشموا هوا نضيف وتعيشوا حياة جميلة وترحمونا من افكاركم وتسيبونا نعيش في امان احنا مع بعضينا. هو صحيح ان في مشاكل في وسط اهالينا، بس لاسبابها الاصلي قراراتكم اللي مغليه العيشه علينا. خليتوا الناس يغشونا ولحم الحمير ياكلونا والحمى دواجن فاسده وصوامع قمح منهوبه ومفيش رقابه. هو كلامي مش مبرر للي بيغلطوا ويغشوا فينا، للاسف اصلهم مننا، لكن الاسباب كتير من المسؤولين مش عارفين يخططوا ويتاجروا بينا. يعني قصدي تشغلوا المصانع المقفوله وتدوروا على اسباب وقف السياحه وتشغلوها، وارضنا عمرانه بالخير يا ريت تزرعوها. والسيد وزير التخطيط، صحيح انك مسؤول عن اهم وزاره بتخطط لكام جيل، ما تنساش ان الجيل عايش من حقه يعيش. وسمعنا بقى عن العبور الثاني 11/2060، يا ترى مين يعيش؟ احنا ما عندناش مشكله حضرتك تخطط ل 2660، بس ما تقضوش على الملايين اللي انتوا في وسطهم عايشين واصبحوا مش قادرين على تكاليف المعيشه. في اخر حلقتنا بنوجه دعاءنا لربنا وبننادي على السيد رئيس الجمهوريه، سيادتك اهل ثقه لينا، والناس عايزه تقول لك انها بغلاء العيشه تعبت، وعارفين ان الحمل تقيل، وخصوصا في وجود فساد كتير. لكن حضرتك وعدتنا انك هتقضي على الفساد، قلت ظهروا الفساد وانا بقبضه من حديد هبقى معاكم واحنا بنظهر الفساد. سيادة الرئيس، احنا املنا فيك كبير، تغيير الفساد اللي مالي كل الوزارات. ارجوك بدي ايدك، ساعد شعبك، احنا بنغرق بنضيع. سيادة الرئيس املنا فيك كبير. نطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل. مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر البترول دايما معاك. دايما معاك. مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل، مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر البترول دايما معاك. مصر البترول دايما معاك. مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر البترول دايما معاك. دايما معاك.
مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل. مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر للبترول دايما معك. مصر للبترول دايما معك. رجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية. احنا معانا النهاردة في حلقتنا مواطن إصرار تام ان انا اعرض صورة ابنه المفقود احمد ابراهيم حسن. يا ريت نشوف مع بعض الصورة بعنوانه بارقام تليفونه لانه متغيب بقاله 5 سنين. نعرض مع بعض الصورة. اعداد الصورة بتاعت المفقود. احنا دلوقتي يعني اللي انا عايزه اقوله، طبعا انا بلبي نداء او طلبات اي حد من اهلي واصحابي اهل بلدي. انا بس كنت عايزه اتكلم في نقطه صغيره قوي بخصوص خطف الاطفال. خطف الأطفال بقت ظاهرة غير عادية عندنا. أنا مش عارفة إيه أسبابها. أحمد إبراهيم حسن محمد شحاتة، زي ما احنا شايفين صورته، الصورة دي أو خرج من بيته عمره 15 سنة، عنده شبه إعاقة ذهنية، بقاله 5 سنين والده بيدور عليه، فأصر إن أنا أظهرها عندي في البرنامج، يمكن حد يستدل عليه ويرجعه له، ويا رب يرجعه له بالسلامة. نرجع تاني لموضوع خطف الأطفال. أنا مش قادرة أقول إيه السبب، إهمال مننا ولا شطارة من اللي بياخدوهم. حضرتك اللي أنا بستغرب له إن إحنا بنلاقي مثلا صورة طفل عمره 7 شهور بيقولوا مخطوف. طب ده اتخطف ازاي؟ يعني هل نيموا امه مثلا وخطفوه، ولا كانت الام ما كانتش على درايه، مش واخده بالها من ابنها او بنتها، الله اعلم. غير كده بياخدوه يعملوا بيه ايه؟ بيشحتوا بيه. طيب يعني الست اللي بتشحت بيه او الراجل اللي بيخطف طفل بيجي له قلب يخطف طفل ويكسر قلب اسره ويخليها اسره حزينه على ضناها، بتاخده وبتشحت بيه، بيجي لك قلب ازاي حضرتك؟ بيجي لك قلب ازاي انك تعمل حاجه زي كده؟ طيب واللي بياخدوا الاطفال الاجرم والابشع ان هم يتاجروا في اعضائهم. ازاي؟ ايه القسوه اللي بقت فيه دي؟ كم حاله خطف اطفال تمت في خلال الفتره الصغيره اللي احنا فيها دلوقتي؟ أطفال بريئة ملهاش أي ذنب في الحياة غير سببين: بشاعة إنسان خطفه، وإهمال أهل احتمال. لأن أنا قريت قصة غريبة جدا كانت على الفيس، إن في واحدة كانت باعتة بنتها سوبر ماركت تحت البيت، والأم شايفاها وهي داخلة لحد باب البيت. الأم راحت تفتح الباب علشان مطمنة إن بنتها دخلت البيت، فوجئت ان بنتها ما طلعتش وما دخلتش الشقه.
راحت فين؟ ايه القسوه اللي بقت فينا دي؟ انا عايزه اتكلم عننا شويه يا جماعه، بعيد عن المسؤولين. المسؤولين طبعا احنا كلنا عارفين الدنيا عامله ازاي معاهم، لكن انا عايزه اتكلم على سلوكياتنا احنا شخصيا. احنا ابتدت الرحمه تنتزع من قلوبنا، ابتدى الجشع يتغلغل جوانا. انا عايزه اقول يا ريت نخاف على بعض، نحط ايدينا في ايد بعض. احنا اصل مصر، الطبقه الكادحه الغلبانه دي هي اصل مصر. وعايزه اقول كمان للساده المسؤولين ان احنا الشعب الغلبان قومنا حكام وقعدنا حكام. وبقول للساده النواب يا ريت تبقى نائب بالفعل للغلبان اللي انتخبك، اللي انت ضحكت عليه بكيس سكر وكيلو لحمه وقعدت تقول له رقبتي سداده يا ابن بلدي يا ابن دايرتي. وبعد ما نجحت سيادتك، بعد ما وثق فيك ونجحك وقعدت على الكرسي، نسيته، ما تعرفوش انت مين، مش كده؟ يا ريت كل نائب، كل اعضاء البرلمان يعرفوا ان الشعب الغلبان هو اللي قعدوا تحت القبه اللي كل واحد فيهم كان بيحلم بيها. راعوا ربنا في دايرتكم واهل دايرتكم، حطوا ايديكم في ايدينا. احنا الاصل، احنا اللي بنقوم وبنقعد. خلي بالكم، انا طولت عليكم، بس انا حبيت نتكلم مع بعض شويه اسره واحده. يا مصريين، احنا اصل بلدنا، خلينا دايما ايدينا في ايد بعض، نشوف سلبياتنا ونحاول نعدلها. خلينا كلنا ايجابيات علشان لما نقدر نلوم محدش يقدر يقول انتوا فيكوا ايه. انا عن نفسي معاكم لاخر يوم في عمري، ضد الفساد، لا للفساد، وهفضل اقولها لا للفساد. خليكم معايا ونقف كلنا ضد الفساد. شكرا، واشوفكم الحلقه الجايه. في حاجه قبل ما اختم الحلقه احب اقولها لكم. النهارده اخر يوم في برنامج حقي فين في قناه مصر البلد. برنامجي هيتنقل قناه مصر الحياه، تردد 111/37، وسوف يذاع كل يوم خميس 9 مساء. اشوفكم على خير. شكرا والى اللقاء. مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر البترول، دايما معاك. دايما معاك. مصر البترول، دايما معاك. مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل، مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة، مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر البترول، دايما معاك.